كان هنالك طفل يدعى أديسون. في يوم اشتكته المعلمة عند المدير وعادت له برسالة من الإدارة. عندما عاد الطفل إلى المنزل قال لأمه: هذه رسالة من إدارة المدرسة. قاومت الأم دموعها وهي تقرأ الرسالة لطفلها بصوت عالي: ابنك عبقري والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته، عليك أن تعلميه في المنزل. مرت السنوات وتوفيت والدة أديسون، والذي تحول إلى أكبر مخترع في تاريخ البشرية. وفي أحد الأيام وهو يقوم بالبحث في خزانة أمه عثر على رسالة كان نصها: ابنك غبي جدا، فمن صباح غد لن ندخله المدرسة. بكي أديسون كثيرا، وبعدها كتب في دفتر مذكراته: أديسون كان طفلا غبيا، ولكن بفضل والدته الرائعة تحول لعبقري.